ماتش النهارده كله سلبيات. انت بتلعب فرقه ما عندهاش جماهير عامله عليك ضغط، بتلعب في استاد حلو، بتلعب في ملعب حلو، ما استغلتش الحاجات دي كلها. ما بتلعبش مثلا سان داونز الساعه 3 العصر في الهيصه اللي بيعملها سان داونز بجماهيره بالاجواء دي كلها، مفيش اي حاجه، ماتش مريح خالص خالص خالص. ما استغلتش اي حاجه، دي اول حاجه. بس يلو بيلعب بثلاثه مدافعين برضو. طيب لما تلعب بثلاثه مدافعين يعني انت عندك ثلاثه عتاوله قدام وينجين وراس حربه عتاوله، انت ما عندكش كده. فانت بتيجي على الهجوم عشان الدفاع، اللي هو ايه، انا يعني لو ما كسبتش ما اخسرش، هو ده اسلوبه في حياته تقريبا، يعني هو تقريبا كل ماتشاتنا كده وفي الاخر بيخسر برضه. فبصيره هو دوت ايه، خلاص يعني هو يلعب ثلاثه مدافعين، هيجي على الهجوم، هو خلاص هو ماشي على كده. الكلام بقى على اتنين لعيبه مهمين بقى الصراحه النهارده، على فتوح وعلى دونجا. دونجا بالصلاه على النبي مفيش كوره بتطلع من رجله صح، وبتقطع منه كور، وبتيجي علينا هجمات، ده بفرقه على الله زي دي. فانت متخيل مركز حساس زي ده، واحد على الله ولا مش بيلعب فيه. تمام كده، دي اول حاجه. فتوح من اول الحكم ما صفر عشان الماتش يبدا، فتوح بيستخبى في لعيبه خط النص. يعني المفروض انت باك شمال او في 3 4 3، انت هجومك بتبقى يعني ليك ميول هجوميه اكتر في 3 4 3. فانت ما بتساعدش مصطفى شلبي. يعني مصطفى شلبي شايل الجبهه كلها، يعني هو اصلا ما بيعملش حاجه، يعني هو اصلا ضايع، عايز اللي يشيله. فاهم؟ فهو كده كده مساب لوحده. فتوح عمال داخل في لعيبه خط النص، داخل جوه خط النص، ولا قادر يجري ولا باصي ولا يرفع ولا سبرنتات ولا يعمل اوفرلاب على مصطفى شلبي ولا اي حاجه خالص. فتوح شطب خلاص، رسمي فتوح شطب خلاص. الحاجه برضو المهمه قوي في الفرقه عندنا النهارده ان انت ما عندكش حد ماسك اللعب. انت اي حد يجيله الكوره مش عارف يعمل بيها ايه، يديها اللي جنبه، يديها اللي جنبه، ده يديها اللي جنبه، يديها اللي جنبه. فين بقى عبد الله السعيد؟ مفيش. طلع لعيب عنده 40 سنه من الفرقه، انت مالكش منظر. طلع لعيب كده عنده 40 سنه من الفرقه، انت ولا عندك منظر ولا كنترول ولا بتتحكم في ادائك ولا بتتحكم في اداء الماتش ولا بتتحكم في اي حاجه خالص.